تخيل تصحى الصبح تلاقي شخص حياته منتهية ومتعلق على أشهر مبنى أثري وسياحي في برشلونة لأن في حد قرر يواجب معاه ويولع فيه لحد ما يفقد حياته. وهو ده اللي حصل بالظبط في بداية مسلسلنا في يوم الأحد 24 أكتوبر 2010. وفي الوقت ده بالله المحقق ميلو هو واقف قدام البحر وباين عليه إنه بيمر بفترة صعبة بسبب وفاة ابن أخوه اللي كان بيعتبره أكنه ابنه بالظبط. وفجأة بيجيله مكالمة من سوسانا رئيسة القسم، فبيستغرب جدا لأنهم موقفينه عن العمل بقاله فترة نظرا لظروف صحته النفسية. لكن طبعا حجم الجريمة اللي حاصلة بتخليهم يضطروا يتواصلوا معاه تاني لأنه من المحققين اللي دايما عندهم نظرة مختلفة للأمور، وبتفهموا إن الضحية يبقى إدوارد مدير تنفيذي لأكبر شركات الإنشاء وإنه اختفى قبل الحادثة ب5 أيام. ده غير إنهم صوروا فيديو وهو متعلق والنار حواليه من كل حتة، فبيفكرها إنه متوقف عن العمل، لكن هي ما بيبقاش فارق لها غير وجوده في القضية وبتطلب منه يعدي عليها في المكتب بكرة الصبح. ووقتها هو رجع في العربية بيلاقي الأخبار كلها مقلوبة بسبب الحادثة لأن تفاصيلها صعبة جدا، ده غير إنها حصلت في مكان عام. وبيروح الموقع بنفسه عشان يعين الوضع. وقبل ما نعرف لا ايه هناك ما تنساش انك بتتفرج على الفيديو ده بصوت محمد طاهر انا يعني، فياريت تعمل فولو الاكونت الانستجرام اللي قدامك ده واللي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن، وتبعت لي بقى ايه المسلسلات اللي انت عايز نعملها والافلام وايه اللي مش عايز نعمله، وابعت اي حاجه. عموما بياخد باله بقى ان في شخص من اللي بيناموا في الشارع عامل اقامه على الرصيف الناحيه الثانيه قدام المبنى، ولما بيوصل البيت بيتفرج على الفيديو لانه بيكون منتشر في كل حته، وده لان المجرم هو اللي سرب الفيديو وشكله كده حابب فكره ان الناس تشارك معاه تفاصيل اللي بيعمله. وتاني يوم ميلو بيصحى على صوت جرس الباب، ولما بيفتح بيلاقي مارك ابن اخوه وبيقول له انا محتاج مساعدتك. وطبعا بيصحى مخضوض لان كل ده كان مجرد حلم. وبعدها بيروح لسوسانا متاخر عن ميعاده 40 دقيقه، فالسكرتيره بتاعتها بتقول له هو انت لسه زي ما انت، مواعيدك مضروبه، على العموم هي مستنياك جوه. واول ما بيدخل بيسلم عليها وبيكون باين ان في صداقه قويه ما بينهم، وبيبلغها انه معرفش ينام طول الليل بسبب الفيديوهات بتاعت الحادثه. وبنعرف بقى انهم لما احتجزوا ادوارد لمده 5 ايام منعوه عن الاكل والشرب، وده بيبين ان اللي ورا كل ده مختل نفسيا بشكل كبير. وبتطلب منه انه يبقى من ضمن التيم اللي مسؤول عن الحادثه لانها محتاجه وجود شخص بيفكر زيه. ده غير انها حاولت تضغط على باستوس المحقق المسؤول عن الفريق عشان يوافق انه يخليه يرجع معاهم، وطبعا هو مش طايقه للدرجه بسبب ان حصل ما بينهم خلاف، فميلو ضربه في وشه وده سبب انه توقف عن العمل. ووقتها بيضطر انه يوافق لانه للاسف يعني بيمر بضائقه ماديه ومش قادر يدفع الايجار، ده غير انه محتاج يسحب نفسه شويه عن التفكير. وفي الوقت ده بيرجعوا يفتحوا المبنى تاني عادي جدا ولا كأن في حاجه حصلت. اما ميلو فبيروح المشرحه عشان يشوف الضحيه بنفسه، وبيبقى مستغرب ان ازاي في شخص ممكن يتحمل يعيش لمده 5 ايام من غير اكل او شرب. فالدكتور بيشرح له ان جسمه قوي شويه بس اخره في التحمل 3 ايام، فاكيد كان بياخد كميات ميه بس قليله جدا. اما مده الحريق فتاخد على الاقل 15 دقيقه، بس هما كانوا دالقين عليه مواد اشتعال عشان تنجز الموضوع اكتر. وبعدها ميلو بيروح لرئيس القسم لانه لازم ياخد موشح التهزيء قبل ما يبدا شغل، وطبعا بيبقى بيتكلم معاه وحش جدا وبيفكروا انه لسه تحت المراقبه لان العنف في العمل عقابه كبير، ده غير انه هيكون تحت اشراف الشخص اللي ضربه، يعني اي مشكله هتصدر منه حتى لو بسيطه هيطيروه على طول. وبيعرفوا انهم غيروا المحققه اللي كانت معاه في الفريق وجابوا له واحده جديده اسمها ريبيكا من الشرطه الوطنيه، وجات من مدريد مخصوص عشان تشتغل معاهم في المركز لانها خبيره في تحليل السلوك الجنائي، فوجودها مهم في القضيه. واخر شرط بقى انه لازم يحضر جلسات تاهيل نفسي 2 مرات في الاسبوع مع الدكتوره جانيت، فبيحاول يمسك نفسه على قد ما يقدر لانه ما يصحش يطرد من اول يوم شغل. وبعد ما بيخلص معاه بيعدي على المحقق باستس عشان يصفي الخلاف معاه هو كمان، فبيقول له انا ما كنتش حابب وجودك معانا في الفريق بس دي اوامر عليا، وبيعيد له نفس البقين ان من اقل مشكله هتصدر منه هيمشيه على طول. ووقتها بيعملوا اجتماع للفريق عشان يناقشوا تفاصيل القضيه لان مرات ادوارد هي اللي بلغت عن اختفاء المفاجئ، لانه بعد ما نزل من الشغل وركب العربيه بتاعته محدش عارف عنه اي حاجه. وبعدها لقوا العربيه وهي راكنه في الشارع وموجود فيها الموبايل والشنطه، يعني في احتمال كبير ان المجرم كان معاه في العربيه، وبعد كده نقلوا عربيه تانية. اما بقى كاميرات المراقبه بتاعت المبنى فمش مبينه وشه لانه كان لابس خوذه، بس الغريب انه قدر يدخل المبنى بالليل بمنتهى السهوله عن طريق المفتاح، وده معناه ان يا اما المفتاح ضاع من حد من الامن يا اما المجرم طلع عليه نسخه ورجعه من تاني قبل ما حد يكتشف انه ضاع منه اصلا. وفي وسط كل زحمه الافكار اللي عمالين يطلعوا بيها بيبقى ميلو متجاهل وجود ريبيكا اكنها هو بالظبط، فبتتدخل في نص النقاش من نفسها وانها شاكه ان المجرم عمل ده كله مش بس لغرض الانتقام، هو كمان عايز يوصل رساله معينه لانه خلى الضحيه يمر بأسوأ 5 أيام في حياته واعلن ده للناس كلها. وهنا بقى ميلو بيبدا يحس انها مرئيه شويه قدامه
وان ممكن يجي منها شغل حلو. ولما بيخرجوا من الاجتماع بتروح وراه وبتقول هو مش المفروض كانت البدايه ما بيننا تبقى احسن من كده شويه؟ على العموم انا ريبيكا. فبيرد عليها بمنتهى القرف لانه مقتنع انهم جايبينها عشان تراقب تصرفاته، فبتتضايق من طريقته وبتفكروا انها جايه الشغل مش عشان تكون صداقات، وبتمشي وتسيبه. وبعدها بيفضلوا هما الاثنين يراجعوا الفيديو بتاع الحادثه يمكن يوصلوا لمعلومه جديده، لان في جزء في النص كاتمين في الصوت، لان الضحيه كان بيكلم المجرم وهو متعلق، وده بيبين ان احتمال كبير يبقى قال حاجه توضح من الشخص ده، يعني من الاخر كده عارفين بعض. ولما بيسالها عن الراجل اللي بينام في الشارع بتعرفوا انه ما كانش موجود يومها، وان ما فيش حد اصلا شاف الحادثه غير سواق تاكسي كان معدي بالصدفه بعد ما النار كانت خلصت كل حاجه، وان كاميرات المراقبه اللي في المبنى جايباه وهو داخل الاسانسير وشايله على كتفه. وبعد 6 دقايق بالظبط نزل يصوره من الشارع عشان يبقى جايب كل الزوايا. وبعدها وهم في الطريق عشان يروحوا موقع الحادثه بنلاقي ريبيكا وهي بتساله ان ايه مشاكله بالظبط، لان باين عليه انه متضايق طول الوقت، فبيتوه في الموضوع لانه مش حابب يدخل في تفاصيل معاها. ولما بيلفوا في المبنى وبيطلعوا البلكونه اللي كان معلقوا فيها بتبقى ريبيكا مقتنعه انه ممكن يكون عمل ده كله عشان يبقى نوع من انواع الطقوس شعائريه عشان يوصل بيها رساله ان الهدف تطهير العالم من الفساد، لانه مختار مكان اثري وعلني. ده غير ان النار دايما بتستخدم في التطهير في بعض الطقوس الشعائريه. اما بقى ميلو فبيبقى شايف انه عمل ده كله من باب المتعه مش اكتر، لان عنده طار عايز يخلصه. ولما بيروحوا عند المكان اللي كان واقف بيصور منه من تحت بيلاقوه سايب امضته اللي بتكون عباره عن حرف الجي. فريبيكا بتتاكد اكتر من شكها لان الحرف ده يعتبر رمز وليه معاني كتير قوي، وشكهم بيزيد ان الجريمه اللي حصلت دي هتتكرر تاني في اقرب وقت ممكن. وفي نص اليوم بيروح اول سيشن ليه عند الدكتوره النفسيه وبتفضل تساله عن طبيعه علاقته بباستس، وان لو هو انسان عصبي بطبعه. وطبعا بتدخل في الازمه النفسيه اللي بيمر بيها بعد وفاه ابن اخوه، لان هو اللي نهى حياته فجاه من غير ما يوضح لهم اي اسباب او حتى يبان عليه انه بيمر في فتره صعبه. ده غير انه كمان داخل على انفصال هو ومراته، وعشان كده كل واحد فيهم عايش في حته، وبتحاول توصل له انه لو بيدور عشان يلاقي اجابه عن سبب وفاه ابن اخوه ففي احتمال كبير انه ما يوصلش لحاجه عشان ما يفضلش معلق نفسه بالحادثه. ولما بتحس انها تقلت عليه بتستفسر عن ابوه لانه كان مريض فصام وتوفى بعد ما احتجزوه فتره طويله في مصحه نفسيه. فميلو بيخرج من عندها ومش قادر ياخد نفسه من زحمه الذكريات المؤلمه اللي فكرته بيها. ولما بيهدى وبيرجع المكتب بيلاقي باستوس بينادي عليه وبيقول له انت ازاي حولت جريمه احتجاز شخص وفاته لطقس شعائري؟ من الواضح كده انك لسه مش مظبط ومحتاج تتعالج نفسيا فتره. فبيمسك نفسه على قد ما يقدر وبيخرج يطلع العصبيه اللي جواه كلها على ريبيكا لانه اكيد عرف المعلومات دي منها. فبتسيبه يخلص اللي عنده وبتخرج عشان بيتكلموا بره، لان كل اللي في المكتب بيتفرجوا عليهم، وبتحذره ان لو صوته عالي عليها تانية مش هتعديها بسهوله، وبتوضح له انها وقفت ضد المحقق لانه بيتعامل باستخفاف مع افكارنا. لكن ميلو ما بيفرقش معاه انها دفعت عنه لان النتيجه واحده، وبيمشي ويسيبها. وفي اخر اليوم لما بيرجع البيت بيجي له مكالمه من سوسانا ان في شخصيه مهمه اختفت فجاه، وواضح كده ان كان عنده حق. واول ما ريبيكا بتوصل للمركز بتعرف الاخبار وان فيليكس رئيس مؤسسه تورنس للعلوم اختفى امبارح بالليل، وان في اجتماع كمان شويه عشان يناقشوا الموضوع، وان ميلو كمان هنا من بدري. فبتروح له المكتب وهي متضايقه جدا لان المفروض لما يبقى في تفاصيل جديده يتصل يبلغها على طول مش تكتشف الموضوع بالصدفه. وقبل ما تقفش معاه بتلاقيه بيخرج بسرعه يرد على الموبايل، ولما بيرجع بيدخل في التفاصيل على طول وان سوسانا هي اللي اتصلت بيه تبلغه، وان كل اللي بيحصل ده بيأكد انه بيحاول ينتقم. وفي الوقت ده بنلاقي مانوس المذيع المعروف وقاعد في البيت وبيتابع اخبار الحادثه، وبيتصل بمدير القناه اللي بيشتغل فيها وبيعرفه ان معاه اخبار حصريه ان في شخصيه مهمه اختفت، وده معناه ان الحادثه الاخيره ممكن تبقى سلسله حوادث مرتبطه ببعضها، وان احسن حاجه ممكن يعملوها انهم يزودوا فقره في البرنامج الصباحي بتاع المذيعه خوليا عشان يفاجئوا الناس. ولما بيلاقي مدير القناه متردد لانه مستوعب ان خوليا ما بتحبش مانوس لان هما الاتنين يعتبروا منافسين لبعض، بيفكروا ان اهم حاجه دلوقتي انهم ياخدوا اللقطه قبل ما اي حد تاني ياخدها. وساعتها ميلو وريبيكا بيستغربوا ان المكتب فاضي بزياده عن اللزوم، فواحد من الضباط بيعرفهم ان في اجتماع دلوقتي، فبيستوعبوا انهم بيحاولوا يبعدوهم عن القضيه وبيعملوا نفسهم من بينها، وبيدخلوا الاجتماع عادي جدا. وبنعرف وقتها ان مرات فيليكس هي اللي بلغت عن اختفاء جوزها لانها اتصلت بيه اكتر من مره بس موبايله كان مقفول، ولما كلمت السكرتيره بتاعته بلغتها ان كان عنده اجتماع مهم، وبعد ما خلصوا طلب منها ما تجيش الشغل بكره لان عنده مشاوير مهمه، ونزل على طول. وظهر في كاميرات المراقبه اللي في الجراج انه فعلا ركب عربيته واتحرك، وانهم لقوا العربيه مركونه لوحدها في شارع فاضي وفيها الموبايل وحاجته كلها. ولما بيحاول ميلو يلمح ان في احتمال ان الحادثه دي ليها علاقه بالحادثه اللي قبل كده، بيلاقي واحد من الضباط بيقاطعوا في الكلام وانهم شاكين ان فيليكس ممكن يكون هرب لان المؤسسه بتاعته داخله في حوارات وتحقيقات بقالها شهور، وان هو اللي ساب العربيه بالطريقه دي عشان يشككهم ان الحادثتين مربوطين ببعض،
ويكسب وقت اكتر، لانه قبل ما يخرج من المكتب كان معاه شنطه مليانه فلوس كتير جدا. فميلو بيتعصب انهم بياخدوا الموضوع في حته تانية خالص، وبيسالهم ان طبيعي 2 سياسيين يختفوا في نفس الفتره وبنفس الطريقه، وبيوريهم كل الادله اللي معاه والامضه اللي كانت موجوده على الارض. وفعلا بيقدر يكسب اهتمامهم ناحيه كلامه، وبيأكد لهم ان بعد 5 ايام بالظبط هيلاقوا فيليكس متعلق في اي مبنى اثري ومش هيبقى اخر واحد. وبعدها بنلاقي مانوس وهو بيكلم حد في التليفون وبينقل له كل الاخبار اللي حصلت في الاجتماع في مركز الشرطه، وبعد ما بيقفل بيطلع على الهواء وبيعلن ده قدام كل الناس. ودي طبعا في حد ذاتها مشكله، لان المعلومات دي المفروض انها سريه. وفي الوقت ده ميلو بياخد ريبيكا وبيروحوا المبنى العلمي بتاع فيليكس، وبيلاحظوا ان المكتب كله لوح فنيه لاماكن اثريه. وساعتها بتبقى الشرطه عامله مؤتمر صحفي عشان يتكلموا عن اختفاء فيليكس لانه شخصيه عامه، فالناس مهتمه بالقضيه. فمانوس بيستغل الفرصه وبيرمي سؤال ان هل اختفائه ليه علاقه بالحادثه اللي حصلت من كام يوم ولا لا، وده بيخلي كل الصحفيين اللي موجودين يركزوا اكتر مع الموضوع. اما بقى فيليكس شخصيا فبنلاقيه محبوس في نفس الزنزانه اللي الضحيه الاولى كان محتجز فيها، وفجاه بيلاقي شخص داخل عليه وضارب الكشاف في وشه عشان يخليه ما يتعرفش عليه. فبيطلب منه يجيب له ميه لانه عطشان جدا، وانه مش فاهم هو ليه بيعمل فيه كده، ولو عايز فلوس ففي شنطه مليانه فلوس في العربيه ممكن ياخدها عادي. فالمجرم بيحدف له فلوس عشان يوصل له ان الموضوع اكبر بكتير من شويه ملاليم اللي بيتكلم فيها. ولما ميلو بيروح عند المكان اللي موجود فيه عربيه فيليكس، بيجمع ان اكيد المجرم كان في العربيه معاه من اول ما اتحرك من الجراج، وان كان في عربيه تانية واقفه مستنيه هنا عشان ينقل فيها الضحيه ويتحرك براحته. واول ما بيوصلوا البيت عنده وبيقابلوا مراته، بيلاقوها متعصبه جدا لانها مقتنعه انهم مدارين الحقيقه بسبب كلام مانوس اللي عمال يعيده كل شويه في البرنامج، وبتطردهم من البيت. وفي اخر اليوم بيروح يزور ساره مرات اخوه، وما بيرضاش يدخل غير لما بيتاكد ان اخوه مش موجود في البيت. وطبعا بيلاقي نفسه عمال يفتكر مارك لان ليه ذكرى معاه في كل مكان في البيت. ولما بيسأل عن اخوه بيبان عليها انها متضايقه، بس بتحاول تطمنه وخلاص ان عادي يعني الوضع ماشي. وتاني يوم بيصحى على صوت جرس الباب، وبيلاقي اخوه سكران وبيضربه في وشه، وبيحذره انه لو راح بيته تاني هيخلص عليه لانه السبب في اللي حصل في ابنه. فميلو بيتضايق جدا لان اخوه سكران وهم لسه في اول اليوم، وبيحاول يهديه عشان ما يسيبوش ينزل لوحده في الحاله دي، لكن ما بيرضاش يسمع له وبيمشي. ولما بيقابل ريبيكا بيقولها بلاش تسالي لان عينيه بتبقى ورمه بسبب الضربه. وبيروحوا هما الاتنين يقابلوا شخص بيفهم في الرموز عشان يستفسروا منه عن الامضه اللي كانت على الارض. فبيوصل لهم ان كل اللي بيحصل ده مستحيل يبقى ليه علاقه بالطقوس الشاعريه، لان اي حاجه مقدسه مستحيل يبقى هدفها انهم يخلصوا على الناس بابشع الطرق، وانه اكيد بيعمل ده كله عشان يشتتهم مش اكتر. ووقتها بيراجعوا تفاصيل حياه فيليكس، وانه لما كان شاب ابوه كان رجل اعمال معروف، وقطع علاقته بيه لانه اكتشف انه عمل صفقات تجاريه مشبوهه وطرده من البيت. لكن هو حاول يصلح سمعته ومسك اداره مجموعه خدمات للشباب ليها كذا فرع في البلد، وده السبب اللي خلى ابوه يسامحه ويرجعه تاني البيت ويسلموا اداره تورنس. وبعدها ميلو بيروح يقابل مراته وبيقعدوا سوا في كافيه لان بقالها فتره عماله تزن عشان يتقابلوا، وتريها بتعمل ده كله لان المحل بتاعها خلاص بيعلن افلاسه، ولانها محتاجه فلوس فبتعرض عليه انهم يبيعوا شقتهم لانها بفلوسهم هما الاتنين. فبيوافق لانه كده كده فقد الشغف في كل حاجه اصلا. ولما بيروح سيشن الدكتوره النفسيه بيحكي لها عن علاقته باخوه وانه طول عمره بيكرهه لانهم كانوا عايشين منفصلين عن بعض، لان ميلو كان قاعد مع جدته لحد ما تم ال 15 سنه، وده خلى اخوه كان شايف ان هو الوحيد اللي اتحمل معامله ابوه اللي كان كلها ضرب. وطبعا الموضوع زاد لما اتجوز وخلف لان ابنه كان متعلق بعمه جدا، وعشان كده هو طول الوقت بيلومه على وفاته. وفي الوقت ده بيبقى مانوس بيجهز عشان الحلقه بتاعته، وفجاه بيجي له مكالمه من رقم مجهول، وبيطلع المجرم وبيقول له انا معايا فيديو هيهمك جدا لفيليكس، ولو عايزه قابلني في حديقه لاريبال في نص الليل. ولما بيلاقي لسه يستفسر طب انا ايش ضمني ان انت بجد، بيقفل في وشه وبيسيبه لخياله. ولما ميلو بيوصل المركز بيلاقي رئيس القسم بيساله لو كان هو اللي بيسرب المعلومات للصحفي، فبيتضايق جدا لان اشمعنى هو اللي ممكن يتهموه بحاجه زي كده، وبيعرفوا انه لو مجرد سؤال فالاجابه هي لا. وساعتها باستوس بيقعد مع ريبيكا لانه بيكون شايف ان شغلها مع ميلو مش هيجيب لها غير المشاكل، وبيقترح عليها ترجع المقر بتاع القديم، لكن هي بترفض لانها مهتمه بالقضيه، ده غير انها شايفه ان الشغل مع ميلو هيضيف لها كتير لانه محقق شاطر. وبعدها بطلنا بيروح المكان اللي كان دايما ابن اخوه بيتجمع فيه مع اصحابه عشان يتكلم مع حبيبته ويسالها لو كانت تعرف اي حاجه خلته يعمل كده في نفسه، او مثلا كان بيتعاطى، فبتاكد له انه كان طبيعي وانه كان بيتعامل عادي جدا، وان هي نفسها اتفاجئت من الخبر. وفي الوقت ده ريبيكا بتعرف ان اخيرا بقى عندهم مشتبه فيه، وانه ناشط سياسي اسمه جوان وعايش في المباني المهجوره، فبتتصل بميلو عشان تبلغه اخر الاخبار. وتاني يوم بيروحوا هما الاتنين لسوسانا عشان ياخدوا منها كل المعلومات، فبتشرح لهم انه بيكافح عشان يلاقي فلوس يعيش بيها من ساعه ما اتولد، وان عيلته من حي فيرند، والحي ده مضطرب جدا وكل اهاليه كانوا بيعملوا مظاهرات من سنين لانهم هدوه وطردوا الاهالي عشان يعملوا مباني حديثه. ولما جوان اتنقل مع ابوه في مكان بعد وفاه امه،
لقى نفسه بعد كام سنة بيطرد من بيته برضه لأن شركة فيليكس خدت الأرض عشان تبني عليها بنك، ومن وقتها هو ما بقاش بيعمل حاجة غير مظاهرات وصراعات مع الحكومة. وفي آخر اليوم مانوس بيروح الحديقة عشان يقابل المجرم، وبيكون واخد معاه المصور بيطلب منه يستخبى في اي حته عشان يعرف يصورهم من غير ما ياخد باله. وطبعا اول ما المجرم بيوصل بيبقى لابس نفس الخوذه عشان يخبي وشه، وبيديله اسطوانه وبيمشي وبيسيبه. وفي الوقت ده بتبقى الشرطه راحت تهجم على المدرسه المهجوره اللي جوان واصحابه ساكنين فيها، فبيلاقيهم عاملين احتياطاتهم ومحضرين ازاز مليانه غاز عشان يولعوا في المكان، بس في الاخر بيقدروا يقبضوا عليه برضه. وتاني يوم ميلو بيصحى على زياره من مراته وبتكون جايبه له فطار، فبيفهمها انه قابل مارك حبيبه، لكن هي كمان ما كانتش تعرف اللي بيمر بيه. فبنلاقي مراته بتبدا تتعصب لانها شايفه انه لو فضل بيدور في الموضوع عمره ما هيطلع من الدايره دي، وبتحاول تغير الكلام بسرعه. ولما بيحققوا مع جوان بيلاقوا عمال يسرح بيهم عشان يشكوا ان هو اللي عمل الجريمه، لان هو كمان بيكره فيليكس لانه كان سبب في ان كل شويه يترمي في الشوارع. لكن ميلو بيستوعب اللي بيعمله وبيتعمد يستفزه في الكلام عشان يجيب اخره لحد ما بيفقد اعصابه وبيضربه بالدماغ. وساعتها ريبيكا بتتاكد ان مش هو اللي ورا المصايب اللي بتحصل، وانه حتى لو ليه ايد في الموضوع فمستحيل يبقى العقل المدبر لانه شخص مندفع وما يطلعش منه شغل بالدقه دي. وفي اخر اليوم بتروح لميلو البيت، ولما بيفتحوا التلفزيون بيلاقوا مانوس طالع في برنامج وبيعرض الفيديوهات اللي المجرم اداها له، وبيبقى مبين فيليكس وهو قاعد في الزنزانه وباين عليه انه بقاله كام يوم لا كل ولا شرب. فطبعا بيفهموا ان المجرم عرض الفيديو عشان يعلن قدام كل الناس انه ما هربش ولا حاجه وان هو اللي محتجز عنده. ولما بيجي اليوم الخامس على اختفائه بيبداوا يوزعوا دوريات شرطه على كل الاماكن الاثريه المعروفه لانهم مش قادرين يتوقعوا هو المره دي هيخلص عليه فين. وساعتها من كتر الزهق لانهم قاعدين مستنيين من الصبح بنلاقي ريبيكا بتحكي له انها اتنقلت هنا لانها كانت محتاجه تبدا من اول وجديد بعد وفاه امها بسبب الكانسر. فبيشارك معاه في الفضفضه وان هو كمان رجع لانه كان بدا يحس انه ملوش قيمه من كتر قعدته في البيت لوحده، ولان المجرم بيبقى عامل حسابه في ان الشرطه في كل حته فبيأجل العمليه شويه وبيستنى يطمنه وبيبدا بقى ينفذ مهمته. وفي الوقت ده بيلاقي ست كبيره وهي رايحه تقف في البلكونه لانها مش عارفه تنام، فبتلاقي عربيه سوداء وواقف جنبها شخص بيبص عليها، وبترجع على الاوضه عشان تجيب نظارتها لانها ما بتبقاش شايفه اي حاجه. وعقبال ما بترجع بتلاقيه اختفى لان في واحد تاني بيكون واقف جنبه وبيشده بسرعه عشان يستخبى ورا العربيه، وده بقى المجرم لانه بيكون لابس نفس الخوذه وبيبقى معاهم فيليكس في العربيه. ولما النهار بيبدا يطلع بنسمع صوت عربيات الشرطه لانهم خلاص لقوا فيليكس، بس للاسف وهو متوفي بنفس الطريقه ومتعلق على صليب كبير موجود في مكان اثري برضه. واول حاجه المجرم بيعملها انه بيروح الكنيسه اللي الجده بتبقى موجوده فيها كل يوم وبيسلم عليها عادي جدا، وبيطلع حقنه وبيحطها في دراعها وبيقولها انا اسف، وبيرجعها مكانها على الكرسي من غير ما حد يحس عشان يكتشف وفاتها بالصدفه. وبيخلص وبيروح شغله عشان يكمل يومه بشكل طبيعي. ولما ميلو بيروح موقع الجريمه بيلاقيه سايب نفس الامضه على الارض، وبعدها بكام ساعه بيلاقوا مانوس طالع في برنامج عشان يعرض اخر فيديو معاه للمجرم قبل الحادثه على طول، ومكتوب عليه ان النضال ضد النظام هو الحل، وبيجيب الضحيه قبل ما يتوفى والنار حواليه. وتاني يوم ميلو بيروح يقبض على مانوس عشان يستجوبوه لانهم محتاجين يعرفوا هو جاب كل المعلومات دي منين، فبيستغل الفرصه وبيخلي صاحبه يصور كل حاجه عشان يذاعها بالمره. وساعتها سوسانا هي اللي بتحقق معاه بنفسها لانها بتكون شايفه انه المفروض كان يسلم الفيديوهات اللي معاه للشرطه لان ده كان ممكن يساعدهم يلاقوا الضحيه قبل ما يتوفى. لكن مانوس مش فارق معاه اي حاجه غير مصلحته وانه يرجع يظهر على الساحه تاني، وبيكذب عليها وبيفهمها ان الفيديوهات اتبعتت له على القناه وانه ما كانش يعرف ايه اللي موجود جواها، فبيسيبوه يمشي لان ما فيش عليه اي دليل. ولما ميلو بيرجع البيت بيلاقي مرات اخوه واقفه مستنياه عشان تعتذر له على اخوه عمله في اخر مره، ده غير ان حالته بدات تتدهور وهو رافض انه ياخد العلاج لانه بيعاني من الفصام زي ابوه بالظبط. وطبعا بتكون خايفه انهم يلجأوا لخطوه المستشفى فينهي حياته زي ما ابوه عمل بالظبط. وبعدها مانوس بيعرض فيديو بتعمله لما راح عشان يقبض عليه وبتبقى ملامحه واضحه جدا بالرغم من انه عامل غمامه على وشه. وفي اخر اليوم بيلاقي واحد من الضباط بيبلغهم عن وفاه ست كبيره في الكنيسه وانهم شاكين ان الحادثه دي ليها علاقه باللي عمال يحصل الفتره الاخيره لانها ساكنه قريب من المكان اللي حصلت فيه الحادثه، وبيطلبوا يتعمل لها تشريح عشان يكتشفوا سبب الوفاه. وبعدها ريبيكا بترجع البيت مع ميلو لانها بتكون خايفه انه يكون الضحيه اللي جاي للمجرم لان وشه كان ظاهر جدا في البرنامج. فبيلاقي مراته جايه تعمله زياره مفاجاه لانها لقت مشتري للشقه، وطبعا وشها بيتقلب 180 درجه لما بتشوف ريبيكا عنده في البيت. وساعتها بتبقى سوسانا في كلاس اليوجا، وبعد ما بتخلص وبتنزل العربيه بنكتشف ان المجرم مستخبي معاها في الكنبه اللي ورا وبيستناها تطلع من النادي عشان يديها المنوم ويقدر ينقلها براحته. وبنعرف ان المجرم يبقى هيكتور، اما بقى شريكه فتبقى اخته هيلين، وانهم كانوا متربيين في الدار اللي تابع مؤسسه تورنس. بس اللي بيخليهم يعملوا كل ده لسه الدنيا ما وضحتش. وقتها بنلاقي هيلين وهي لسه ما خلص الشيفت بتاعها لانها بتشتغل امن في مكان سياحي، وبعد ما بتخلص بترجع للبيت بسرعه عشان تطمن على سوسانا
وبتدخل الزنزانة عشان تشوفها فاقت ولا لسه. وفي الوقت ده بيبقى ميلو في الشقة مع مراته عشان مستنيين المشتري، وفجأة بيجيله مكالمة من مساعدة سوسانة لأنها مختفية من امبارح، فبيدخل في حالة رعب وبيفضل يفتكر كل مرة كانت بتبقى معاه لما بيمر بفترة صعبة. بيحاول يهدى على قد ما يقدر عشان يروح على المكان اللي لقوا فيه العربية بتاعتها، وللأسف بيلاقوا العربية زي ما هي وجواها الموبايل والشنطة، يعني نفس التكرار بتاع كل مرة. وساعتها بتحاول تسأل المساعدة عن الأماكن اللي سوسانة كانت بتشتغل فيها قبل كده، لأن أكيد في حلقة وقع في النص بتربطها بالمجرم، فبتفهمها إنها كانت بتشتغل في محكمة الأحداث. وأول ما سوسانة بتفوق بتلاقي هيلين داخلة عليها وهي ضاربة الكشاف في وشها، فبتحاول تسألها أنت مين وعايزة إيه، لكن ما بترضاش ترد عليها وبتكتفي إنها بتصورها بس. ولما ميلو بيروح مركز الشرطة بيلاقي رئيس القسم بيبلغوا انهم خلاص مش عايزينه معاهم لانه ما راحش اخر سيشن مع الدكتوره النفسيه، ده غير ان التقرير بتاعها بيبين انه غير صالح الوظيفه. فبيتعصب جدا لان ده مش وقت قرارات زي دي، وبيحاول ياخد نفسه عشان يهدى قبل ما يعمل مشكله كبيره. وبيروح لباستوس المكتب وبيفهمه انه لازم يكمل في القضيه لانهم في وقت خطر جدا وانه لازم يثق فيه. والغريب بقى انه فعلا بيوافق، بس بيطلب منه ما يجيش ناحيه المركز نهائي، وريبيكا هتنقل كل الاخبار لانه كده بيضحي بوظيفته. وفي اخر اليوم بيروح يزور بنت الست اللي المجرم خلص عليها في الكنيسه لانه ما بيبقاش قادر يفهم هي ايه علاقتها باللي بيحصل. وفي نص الكلام بيفهم من بنتها انها كانت بتعاني من الارق الفتره الاخيره، وبيجمع انها اكيد شافتهم من البلكونه وعشان كده اضطر يخلص عليها. وساعتها بيبقى مانوس في البيت وبيجيله مكالمه من المجرم ان معايا فيديو جديد هيعجبك قوي، بس قبل اي حاجه يا ريت تتخلص من الضباط اللي واقفين تحت بيتك. فبيفضل يلففهم حوالين نفسهم لحد ما فعلا بيهرب منهم وبيروح يقابله في نفس الحديقه بتاعت اول مره. بس الغريب بقى انه المره دي بيرفع الخوذه من على وشه. وتاني يوم ميلو بيصحى على زياره من ريبيكا وهي بتبلغه انهم للاسف لقوا ضحيه جديده، فبيغير هدومه وبيروح معاه لانه بيبقى مرعوب انها تكون سوسانة، وبيستخبى من بعيد لان ما ينفعش حد يشوفه. وبيبقى لسه هيدخل في نوبه من كتر التوتر اللي حاسس بيه، لكن هي بتروح تطمنه بسرعه ان الضحيه راجل مش واحده ست، وان احتمال كبير يبقى مانوس لان المصور صاحبه بلغ عن اختفائه امبارح بالليل. وفي الوقت ده هيلين بتدخل لسوسانة وبتقول لها وانت مش فاكراني خالص، ده انت كنت سبب في دمار حياتي، وفي الاخر مش قادره تتعرف عليها حتى. وبتفكرها بالدار اللي خالد فيليكس يبقى مسؤول عنه، وانه لما كان بيحب يعاقبهم كان بيسيبهم في المخزن لوحدهم باليومين والثلاثه من غير اكل، وعشان كده لازم كلهم يجربوا نفس الاحساس. وبتعتذر لها لانهم للاسف مش هيقدروا يخلصوا عليها في العلن زي الاثنين الاولانيين. وبعد ما بتخلص معاها بتطلع تشوف اخوها، فبتحس انه متوتر وبتساله هو انت خايف، فبيتضايق جدا وبيطلب منها ما تسالوش السؤال ده تاني، وبيخرج يشم نفسه بره. وهنا بقى بنكتشف انهم عايشين في البيت اللي في وش بيت الست الكبيره اللي خلص عليها في الكنيسه، وان ده المكان اللي بيحتجزوا فيه الرهاين كلهم. وبعدها لما بيلاقوا موبايل مانوس بنلاقي ميلو بيستغل الفرصه عشان يشوف مين الشخص اللي كان بينقله المعلومات من مركز الشرطه، فبيكون مسجله بي. ولما بيقلب الموضوع في دماغه بيستوعب انه اكيد بنته المحقق اللي معاه في المركز، لانه طول الوقت مدخل نفسه في سباق معاه. وفي اليوم الرابع لاحتجاز سوسانة ميلو بيروح مع ريبيكا عشان يقابل واحده من اللي كانت بتشتغل مربين في الدار اللي سوسانة كانت مسؤولة عنه، وبيبقى باين عليها انها تعبانة جدا لانها بتعاني من الكانسر، فبيحاولوا يتعاملوا معاها بهدوء عشان ياخدوا منها اي معلومة. فبتحكي لهم عن واحد اسمه هيكتور كان دايما بيمشي يولع في اي حاجة لما يحس انه متضايق، لدرجة انه في مرة ولع في السرير بتاعه، ولان فيليكس كان راجل شراني فقرر يعاقبه ويحبسه في المخزن لمدة 3 أيام من غير أكل ولا شرب. وأوقات الموضوع كان بيوسع منه وكان بيبقى عايز يعاقبهم إنه يدفنهم في مكان ضيق، ده غير إن هيكتور كان عنده أخت اسمها هيلين كانت دايما بتبقى معاه وكانت ذكية جدا، وده خلى فيليكس يفكر فيها أفكار مش أحسن حاجة، وكان بياخدها مع المكتب عشان يقعدوا لوحدهم ويستغل الوضع. وفي الوقت ده ميلو بيتأكد إنه خلاص كده وصل للمجرمين، وبيتصل بالمساعدة بتاعته سوسانة عشان تجيب أي معلومات تخصهم. وبعدها بيلاقي هيكتور وأخته بيلفوا نفسهم بأكياس جواها مواد اشتعال لأنهم رايحين يحضروا المهرجان اللي معمول في المدينة، وشكلهم كده ناويين على حاجة جماعية المرة دي. وساعتها المساعدة بتتصل بميلو عشان تبلغوا بكل المعلومات اللي وصلت لها عنهم، وان امهم اتوفت وهم صغيرين، فابوهم دخل في حاله اكتئاب ولجأ للتعاطي، وقبل ما يتوفى بيومين بالظبط جالهم خبر ان البيت بتاعه ما يتهد بسبب المشروع اللي ادوارد عامله لانه عايز يجدد المدينه. فالراجل يعني ما استحملش الصدمه يا عيني وتوفى. وبتقول لهم عنوانهم فين بالظبط، ولما بيوصلوا البيت بيلاقوا المكان فاضي، حتى الزنزانه اللي بيحطوا فيها الرهائن بتوعهم، فبيستنتجوا انهم اكيد في المهرجان وبيعملوا بلاغ عشان ينقذوا ما يمكن انقاذه. وساعتها بيبقى هيكتور باين عليه انه متردد بسبب عدد الناس اللي حواليه في كل حته، وفجاه بيحس ان الكيس اللي لفه على رجله اتفتح وعمال ينقط، فبيروح على الحمام بسرعه عشان يفضيه في ازازه قبل ما يغرقه، وبيرجع يقعد وسط الناس تاني. واول ما الشرطه بيشوفوه بنلاقيه بيطلع يقف قدام الناس وبينادي على اخته بصوت عالي وبيطلق الازازه على نفسه وبيفتح الولاعه، فللاسف ما بيقدروش يلحقوه. وقتها ريبيكا بتستنتج ان اكيد هيلين هتكون موجوده في المبنى بتاع فيليكس، وفعلا لما بيوصلوا بيوروا صورتها للامن بياكد لهم انه شافها، فبيطلعوا على السطح بسرعه
وبيلاقوها واقفه على السور، فميلو بيحاول يوقفها وبيقول لها احنا مستعدين نساعدك بس بلاش تعملي في نفسك كده، وبعدين احنا عايزين نعرف مكان سوسانا، فبتفهمه ان زمانها اتوفت من بدري لانها في مكان ما فيهوش هوا، ولما بتستوعب ان اخوها خلاص اتوفى ما بتقدرش تستحمل الخبر وبتطلع الولايه كمان وبتعمل نفس اللي عمله بالظبط. وفي الوقت ده ريبيكا بتجمع مكان سوسانا وبتروح هي وميلو على المقابر اللي مدفون فيها امهم، فبيلاقوها موجوده في واحده من الصناديق وبيلحقوها في اخر لحظه. وبعد يومين بنلاقي ريبيكا وهي داخله تودع باستوس لانها خلاص هترجع المركز بتاعها. اما بقى ميلو فبيكون في المستشفى مع مرات اخوه لانهم خلاص قرروا يحجزوا لان مفيش حل تاني، وبيبقى باين عليه انه متضايق جدا. وفجاه بيلاقي ريبيكا داخله تقعد جنبه عشان تسانده في محنته، وبكده تبقى خلصت احداث مسلسلنا. الفيديو ده كتبته منى بيومي وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود سامي. سلام.